تخيل انك تخسر مشروع بآلاف الدولارات بس لانك استخسرت تدفع $100. راح تقلي مستحيل حدا يعمل هيك، صح؟ لا مو صح ابدا. كتير منا بيعمل هيك كل يوم بدون ما يحس. بكتاب سكارسيتي اللي اسمه بالعربي الندرة، العلماء اثبتوا انه لما تكون محصور بمصاري او بوقت، عقلك حرفيا بدخلك بنفق بيخليك تشوف الليرة وتعمى عن المليون. اليوم رح احكي لكم قصة لشاب اسمه سامر، وكيف فخ الندرة دمر له شغله، وكيف فيك تحمي حالك من هذا الفخ. سامر مثله مثل كتير عالم عايش عقد الراتب او حتى اقل شوي. قبل ما يجي الراتب ب10 أو 5 ايام بيخلصوا مصراته وبيقضيها دين وشحاده. مشكلة سامر مو بالمصاري، مشكلته بالوقت كمان. دائما مستعجل، دائما معبوط، بيقبل باي مشروع صغير وسريع بس كرمال يمسك كم ليرة ويسد فيها ديونه. وبيوم من الايام لابتوب سامر بلش يعطيه اشارة انه البطارية خربانة وبدها تغيير. المشكلة مو هون، المشكلة انه حق البطارية $100. شوفوا، هلا سامر معه $100 بس عقله جوا النفق الندرة. قال لحاله يا زلمة هلا مو وقتها، $100 هي حقها كل اسبوع. بضل حاط اللابتوب على الشحن وبمشي حالي. هذا هو النفق. ركز على اللحظة اللي هو فيها هلا ونسي انه ممكن يطلع له خازوق بالمستقبل. اصلا حياته كلها خوازيق. ليش متوقع انه هي تعدي بخير؟ ما بعرف. بعد اسبوع اجت لسامر فرصة العمر. شركة كبيرة طلبت منه مشروع ضخم والمبلغ خيالي بسد كل ديونه وبيريحه. هون سامر عزل حاله، طفى تليفونه وبلش يشتغل مثل الماكينة. الابداع كان عم يشر منه والتركيز مليون وكل شي ماشي 10/10. وفجأة انقطعت الكهرباء. بما انه بطارية اللابتوب ميتة، اللابتوب طفي فورا، لا عمل ساف ولا هم يحزنون. سامر قعد بالعتمة واللابتوب مطفي قدامه، وهون كان شعوره مثل شعور واحد كتب رسالة حب طويلة وبالأخير بعتها لأبوه بدل ما يبعتها لحبيبته. الشغل طار وخسر المشروع وخسر سمعته مع الشركة ورجع لنقطة الصفر، أو ممكن حتى تحت الصفر. سامر فات باكتئاب حاد، حس حاله أغبى إنسان بالكون. وهون وقع بإيده كتاب الندرة، بلش يقرأ الفصل الأول وانصدم. اكتشف إنه هو مو غبي، هو بس شاغل حاله بشغلات فاضية. فهم انه قراره بعدم شراء البطارية ما كان توفير، كان قصر نظر ناتج عن دخوله بالنفق. قرر سامر يطبق الحل اللي بالكتاب. الخطة كانت مجنونة بالنسبة لوضعه، بس ما عنده حل تاني. اتدين مبلغ صغير بس ليمشي حاله 3 ايام بدون شغل. بهال3 ايام سامر ما اشتغل، قعد رتب ملفاته وصلح اللابتوب ونظم وقته. بعد اسبوع رجعت نفس الشركة اتصلت وبدها تعديل صغير على شغل قديم. سامر كان مروق ومخه برا النفق. اشتغل التعديل برواق وبإبداع لدرجة انه المدير التنفيذي قال له شغلك اختلف عن اخر مرة، صاير بتشوف تفاصيل كنا غافلين عنها. شوفوا، سامر ما صار مليونير بيوم وليلة، بس حل مشكلة كبيرة كان فيها. صار يخلي دائما هامش أو احتياطي بوقته وبمصراته، يخليهم من شان الطوارئ. ما بتعرف، ممكن يجيك شي يوم ظرف ما تقدر تحله إلا إذا كان عندك وقت لإله أو مصاري من شانه. وتعلم الدرس الأهم بالكتاب: لما تكون غرقان لا تسبح أسرع، هدي واطلع وخد نفس. لما تكون محتاج لفلوس بشدة كل تفكيرك بيصير عن الفلوس، ولما بكون عندك امتحان بكرة فجأة كل شي تاني بصير مو مهم إلا الامتحان. وهذا هو النفق. اعتبر حالك هلأ انت بنفق. النفق ما فيه غير طريق واحد، وبآخرة الطريق مبين ايش فيه، او ممكن اذا كان الضوء فيه عالي فحتى آخرته مبينة. بس خليني احكي لك ميزته وسلبيته. ميزت النفق انك بتركز على الشي اللي بدك اياه بطريقة رهيبة، بس بالمقابل سلبيته انك ما بتشوف اي شي برا النفق. يعني بتركز على مشروعك بتلاقي اصحابك زعلانين منك لانك ما بتطلع معهم، بتركز على اصحابك بتلاقي صار عليك دين لانك عم تصرف وما عم تشتغل. وهذا كان الدرس الاول. اما الدرس الثاني هو انه الندرة بتخليك مشوش. من شان اوصل لك الفكرة بطريقة احسن خليني احكي لك هي التجربة. علماء سووا تجربة، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة معهم مصاري ومجموعة فقيرين. عطوهم مشكلة مالية يفكروا فيها، مثلا كيف تدفع آجار بيتك. الناس الزناقيل هي بالنسبة لهم ما كانت مشكلة، فكان الموضوع جدا عادي بالنسبة لهم. لكن الناس الفقراء كانت بالنسبة لهم هي مشكلة.
وبعد ما عطوهم هذا السؤال مالي سألوهم كم أسئلة منطقية وفيها شوية ذكاء، وهون كانت المفاجأة. كان الفرق بينهم كبير. الناس اللي كان معاهم فلوس كانوا أذكى منهم بكتير. وفي تجربة تانية سووها مع فلاحين. الفلاحين قبل ما يحصدوا لما ما بكون معاهم مصاري وبكونوا مستنين الحصاد بالثانية، وفلاحين اللي بعد الحصاد اللي بكون معاهم مصاري كان صار لهم زمان عم بيستنوه. نفس التجربة سووها معاهم، ونفس الفلاحين كانوا أكثر قدرة على أداء مهام ذهنية بعد الحصاد مقارنة بقبل الحصاد. ولا تجي تقلي ما له دخل، ما كان السبب لا نوم ولا أكل، كان السبب بالتركيز 100%. يا زلمة العلماء شبهوا لما تكون بنفق الندرة بتكون كأنك خسرت 13 نقطة من الاي كيو تبعك، او كأنك ليلة كاملة ما نمت. انت فهمان ايش يعني؟ ترى متوسط ذكاء البني ادم هو من 100 ل 110. يعني ال 13 نقطة لا تفكر ابدا شي هين. ال 13 نقطة يعني 13% من ذكائك. هلا عرفنا شو هو النفق وعرفنا ايش هي اضراره، لكن ايش هو المهرب منه؟ كيف فينا نحل هاي المشكلة؟ شوف، هو مشكلة كبيرة لكن حله جدا بسيط وسهل. بكل بساطة سوي مثل ما سوى سامر بالقصة، وقف 3 أيام، صلح لابتوب ورتب وراءه وبلش من جديد. وإذا كنت أنت بنفق الندرة فهذا الشي اللي لازم أنك تسويه. تاخد نفس طويل، تحاول تطلع من النفق، يعني تشيل هذا الشي من راسك اللي شاغلك بالك، بس من شان أنك تطلع من النفق وتقدر تفكر بهدوء. أهم شي يستر على كل شي. لا تاخد قرار كبير وأنت بالنفق، لأنه هذا كفيل بأنه يهد النفق على راسك. وحاول قدر المستطاع أنك ما تفوت بالنفق. دائما خلي عندك احتياطي من المصاري واحتياطي من الوقت، أو أي شي عم بتعاني منه بتدخل بسببه النفق. وأهم حل أنه لما توقع بالنفق ترجع تشوف هذا الفيديو، لأنه ممكن معلومة تكون راحت من بين أذنيك. لا، ولسه من الأهم أنك تحط لايك وتشترك بالقناة وتفعل زر التنبيه.